كل مكان، اهلا بحضراتكم في اولى حلقاتنا من برنامج صباح الخير يا مصر. هكون معاكم انا سحر رائف وزميلي خالد. صباح الخير يا خالد. صباح الخير يا سحر. النهارده احنا هنتكلم عن الشباب ودور الشباب في تنمية المجتمع. كل سنة بيطلع علينا عدد كبير جدا من المئات والالاف من الشباب اللي بيكون عندهم افكار وابتكارات جديدة. النهارده هيكون معانا نموذجين كويسين جدا. اول حاجة الدكتورة جنة، تاني ضيف معانا هيكون هو الباشمهندس احمد علاء الدين اللي يتكلم معانا عن الابلكيشن اللي هو ابتكره، ابلكيشن الباشمهندس اللي بيساعد دلوقتي في العقارات والكلام ده كله. تالت فقرة هتكون معانا ان شاء الله هتكون فقرة الرقمنة اللي هيكون ضيفنا فيها الدكتور حسن الزواوي، دكتور الإعلام السياسي بجامعة القاهرة وأحد الأساتذة في الجامعات الخاصة. هنبدأ مع دكتورة جنة الله رسلان والسماعة الناطقة، وهنشوف ايه تفاصيل هي بتستخدم لكبار السن ام لفاقدي السمع فقط. هنتكلم عنها بالتفاصيل، هنسمع اغنية يا بلادنا يا حلوة وهنرجع لكم مع الدكتورة جنة. ورجعنا لكم مرة تانية مع الدكتورة جنة الله رسلان والسماعة الناطقة. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ سحر. النهارده عايزينك تكلمينا عن تفاصيل السماعة، ايه مميزاتها، مين بيستخدمها، هل هي لكبار السن فقط أم لفاقدين السمع؟ اتفضل. السماعة الطبية الناطقة بتعمل على تضخيم الصوت وبتقلل الضوضاء المصاحبة له، وهي مزودة بجهاز استشعار عن بعد، وبتعمل وفق لنظام ذكاء اصطناعي. يعني مثلا لو حد لابس السماعة هي ممكن تترجم لغة الشخص اللي قدامه، يعني أنا بتكلم عربي اللي قدامي بيتكلم إنجليش. ده جميل، يعني هي مش بس يعني بتعلي الصوت أو تخلي حد يسمع، دي كمان بتترجم لغات. بترجم لغات، مفيدة جدا جدا. بالنسبة لكبار السن فهي بترسل تنبيه لو قدر الله حد سقط منهم على الأرض أو حصلت له أزمة صحية طارئة، هي بترسل تنبيه بتحذره من ده وبتحذر. طب هي بتستخدم خصيصا لكبار السن ولا لفاقدين السمع عامة؟ الاثنين، ما هو كبار السن والفاقدين السمع منهم. تمام. هي برضو بتقيس النشاط البدني للشخص، يعني انت لابسها وماشي بتحسب لك عدد خطواتك، عدد السعرات اللي انت حرقتها وكده. كما انها صغيرة الحجم ومصنوعة من التيتانيوم وشديدة القوة. يعني بحيث ان لو كان طفل لو وقعت منه ما يحصلهاش اي حاجة، ممكن تتكسر او كده. لا لا لا، ما تكسرش خالص. هي اصلا صغيرة لدرجة ان هي بتختفي في الودن، يعني ما هي مش بتركب زي السماعة العادية، بتركب لا جوه. لا لا، جوه وبتختفي وما بتظهرش خالص، يعني عشان برضو الناس اللي مش عايزة تبان ان هي لابسة سماعة وكده بتسبب لهم احراج. اول سماعة طبية خالص اخترعها دكتور رينيه لانك عام 1816، وبعدين تطورت على يد دكتور بيير بويري دكتور فرنسي عام 1830، واستمرت في التطور لحد ما جينا لوقتنا الحالي، والاطباء بيستخدموها لوقتنا الحالي. يعني دلوقتي طبعا تكلفتها بتكون يعني مرتفعة. هي تكلفتها متوسطة مش مرتفعة يعني، فأي حد يقدر يشتريها بإذن الله يعني. شكرا لحضرتك وشكرا على المعلومات اللي قدمتيها لينا. نتمنى ان الاختراع ده يساعد كتير من الناس من كبار السن وفاقدين السمع. هنطلع فاصل ونرجع لكم مع المهندس احمد. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل ومعانا دلوقتي المهندس أحمد علاء الدين. أهلا يا باشمهندس. اهلا بك. اهلا باشمهندس. اهلا بك باشمهندس، خليني الأول أتكلم معاك عن أبلكيشن المهندس اللي حضرتك صاحب فكرته واللي أسسته. قول لي كان إيه منطقك أو إيه الفكرة اللي كانت في دماغك ساعتها وأنت بتفكر في الأبلكيشن ده؟ هو بسبب ان الاسعار بتزيد كل شويه في البنى وكده والاشياء المستخدمه فيه، فكان وفي الاخر الملك هو اللي بيتظلم. تمام. فكان لازم اعمل فكره خلي الموضوع يبقى امن اكتر والمشتري يعرف الاسعار قبل ما يستخدمها او كده او قبل ما يجيبها. بس طب حضرتك اتعرضت للموقف، يعني الاول رحت مثلا تعمل حاجه فلقيت ان الاسعار اوفر قوي، فقررت انك انت تعمل حاجه تساعد بيها نفسك وغيرك؟ من خلال تجارب حصلت قدامي والناس اعرفها وكده، فكان يعني الفكره طلعت في دماغي ان انا عشان محدش يظلم التاني، وكمان حاجه تبقى بسبب التكنولوجيا اللي في يعني التكنولوجيا في العالم كله. طيب خلينا باشمهندس اسالك، هل ده مثلا ممكن يفرق مع الشخص اللي بيبني او اللي شغال على العماره دي او المقاول ده او ايا كان، تفرق معاه في كميه الاسمنت، في كميه الحديد، في الحاجات دي كلها، ولا هو بس ابلكيشن متخصص في معرفه الاسعار ومتابعه الاحوال اللي دايره اليومين دول في المجال ده؟ هو ممكن تدخل عليه بياناتك والبيانات اللي انت عاوزها، ويقدر يطلع لك يعني الكميات اللي تقدر تستخدمها او المناسبه،
وكمان الاسعار بتاعتها وهكذا يعني. يعني انت محدد في الابلكيشن فكره ان حد ممكن يحط يعني احداثيات المكان اللي هو بيبنيه، وانت بتقول له الكميات اللي هو هيبقى محتاجها، بس دي ما بيبقاش فيها لخبطه مستحيل. لا صح؟ لا لا اكيد مفيش لا. اي حاجه. طيب خليني برضه اسالك حاجه تانية عن الابلكيشن. هل انت بس شايف ان هو ده اخر طموحك في الابلكيشن ده؟ يعني هل ده اخر فكرك معاه، ولا انت شايف ان ممكن يبقى ليه تطورات في اللي جاي اكتر؟ لا هو ممكن يبقى ليه تطورات. هو نزل منه نسخة أولى ويعني ونزل والناس نزلته قد كده 15,000 تقريبا في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي، ولسه هيبقى فيه تطورات ليه إن شاء الله. طب انا يا باشمهندس كنت عايزه اسال حضرتك، يعني من اول ما انا انزله ايه الخطوات اللي ممكن يعني اتبعها عشان اعرف بقى يعني استخدمه؟ هو الابلكيشن أول ما تفتحيه بيعرفك وبيعرفك الخطوات، وبيبقى فيه الخطوات سهلة وبيبقى يعني مفهوم كله. ابلكيشن عامله باشمهندس اكيد هيبقى مفهوم للكل يعني. بشكرك جدا يا باشمهندس، واتشرفت جدا بالمواضيع اللي كانت معاك. شكرا لك. شكرا ليك. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل مره ثانيه. ذكر المهندس الشاب طاهر يسري تطبيقا يسهل على المالك حساب التكلفة وكأنه يستعين بمهندس استشاري. يقوم التطبيق على الأساس بحساب كل ما يتعلق بالبناء من أسعار الخامات المستخدمة وأسعار العدة المستخدمة. يقوم أيضا التطبيق بتقدير كل من المساحات الممكن استغلالها من خلال خوارزميات وعمليات حسابية يقوم بها التطبيق عن طريق إدخال مساحة الأرض مثلا والمبنى المراد إنشائه والتصور الذي يريده المشتري. التطبيق قادر على مساعدة المواطن العادي أو المهندس أو المقاول. ورجعنا لكم مرة تاني، وفي الفقرة دي هنتكلم عن الرقمنة. زي ما احنا شايفين يا خالد ان الرقمنة والغاء المعاملات الورقية دلوقتي بقى مهيمن على مستوى العالم. حتى في مصر عندنا كان في المؤتمر الشبابي الأخير كان بيتكلموا عن الرقمنة. بالظبط الرقمنة دلوقتي مش بس واخدة الحيز بتاع فكرة ان احنا لازم نتطور بالاسلوب ده والكلام ده. الرقمنة من زمان هي اسلوب اساسي جدا لتحويل اي حاجة حجمها كبير، سواء اوراق الكلام ده كله للميجا بايت والبايت والحاجات والاستخدامات دي كلها، سواء في الميديا، سواء في المجال بتاع الفلوس، سواء في اي مجال عموما. هي اسلم طريقه دلوقتي ان احنا ننقل بيها مصر للمستقبل. هنعرف بالتفاصيل بالظبط عن الرقمنة على مستوى العالم ومستوى مصر مع الدكتور حسن الزواوي، دكتور الاعلام السياسي بجامعه القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقمنه دلوقتي هي بتفرض نفسها علينا في المجتمع وفي العالم، ومصر الحمد لله ابتدت تاخد سياسات في اتجاه الرقمنه. كم واحد فينا بيعاني لما بيروح اي مصلحه حكوميه ان هو لما بيبحث عن ورقه او بيطلع مستخرج من حاجه ان يلاقي قدامه ملفات ودوسيهات عفى عليها الزمن، اتاكلت من كتر القدم، فممكن الورقه بتاعته ما يلاقيهاش او يدوخ الموظف على بال ما يجيبها. فطبعا دي بتسبب تعب شديد جدا للمواطن وتعب حتى للي بيشتغل في المجال ده. فتخيلوا بقى الحاجه دي لما تكون موجوده بشكل رقمي معمول لها اركايفنج، هتسهل علينا ارشفه رقميه. مجرد الموظف بس بيكتب اسم اللي جاي صاحب المعامله اللي بيتعامل بيها ويطلب اسمه، يجي له كل البيانات عنه. خلينا مثلا موظف في مصلحه حكوميه كبيره عاوز يطلع سي في ليه، اللي بيحصل ان هم بيجيبوا الملفات ويدوروا عليها وكده اهوت. لكن دلوقتي في السي في بتاعته يقدر يجيب مجرد ما يكتب اسمه، يجيب ان هو اشتغل من امتى، يقدر يجيب الايام اللي خدها مرضي في حياته الوظيفيه شكلها ايه، السفريات اللي سافرها شكلها ايه وفين ومدتها قد ايه كل واحده. كل دي من جهات مختلفه وحتت مختلفه كان ممكن تطلع عينه على بال ما يعملها في وقت اقل. في وقت اقل كانت تيجي اتوانس. خليني اسال حضرتك في حاجه، هل احنا دلوقتي في مصر او في الوضع الحالي اللي احنا فيه، هل احنا دلوقتي على اتم الاستعداد ان احنا نتحول للجزء الرقمي، ولا احنا محتاجين ان احنا يحصل تمهيد للموضوع بشكل كبير عشان نوصل للمرحله دي؟ لا، هو مصر قطعت شوط كبير في الموضوع دوت. احنا عندنا بقت في الحكومه الالكترونيه او الحكومه الرقميه بقت موجوده، تدخل على كل حكومه هتلاقي او كل وزاره هتلاقي فيه الموقع الالكتروني بتاعها. في الموقع الالكتروني يعني دلوقتي مثلا خلينا في مخالفات المرور وكده، هو ممكن تستعلم عن مخالفه المرور ليك وانت قاعد في بيتك بالزبط. من غير ما تروح تستعلم عنها، تحط بس رقم السياره بتاعتك وبياناتك ويجيب لك المخالفه اللي على السياره شكلها ازاي، وتقدر تطلع ورق الرخصه من خلال الموقع الالكتروني.
وزيها خدمات والبنوك كتير وزيها خدمات. الإلكترونية. والبنك انت كونك بتستعلم عن رصيدك وتستعلم أيوة. عن احول من حساب لحساب او اونلاين، تحول حساب من مكان لمكان. وانا هقول لك بقى باعتبار ان انا مهتم كمان بالميديا، هقول لك الحاجه اللي هي كمان مهمه قوي. احنا كنا زمان بنسجل الميديا دي كلها كانت بتسجل على تيبس. التيبس ديت كانت بتاخد حيز في المكتبات وتتسجل فيها وكده. دلوقتي انا بقدر ان انا اخد كل اللي انا مسجله ده. مكتبه عندنا مكتبه ضخمه جدا في ماسبيرو. المكتبه ديت ممكن تكون 3 ادوار، وكل دور الكوريدور بتاعه طويل جدا. كل دي اشرطه اشرطه اشرطه. طيب خليني اسالك كواحد من الناس اللي بيتعامل دلوقتي بالنظام الرقمي وبيتعامل على الانترنت والكلام ده كله، وهو شايف مثلا ان انا لو حجزت رقم عن طريق النت ممكن اوصل هناك الموظف ما يرضاش، ممكن احجز رقم في الشهر العقاري عن طريق الانترنت والموظف ده ما يرضاش او ما يبقاش عايز الكلام ده كله. هل احنا دلوقتي في الفترة دي هنقدر نوفر للمواطن الحق بتاعه في ان هو لو حاجز او عامل الكلام ده كله ياخد حريته؟ لا، ما هو المشكلة ان احنا مش بس ان احنا بنطور في الاجهزة وفي المعدات، لازم نطور كمان في البني ادمين. بالفعل. لازم نطورهم هم كمان، يعني ياخدوا دورات ويفهموا البروتوكول في التعامل مع الاجهزة الرقمية دي ايه. المشكلة مع الاجيال يعني الاكبر. انا فرحتي ان انا عملت اجهزة رقمية، لكن ما عنديش الناس اللي تشتغل عليها تستخدمها. الناس الكبار السن او الناس اللي هم يعني استيعابهم اللي هم يعتبروا الكفاءة اللي موجودين في المكان. اللي هم عندهم خبرات لكن مش قادرين يتطوروا. ممكن دول يبقوا خبراء، لكن ممكن يبقوا على جنب شويه، ونفسح المجال للشباب اللي اتدربوا ان هم يقوموا بالكلام ده. مع ان لو الكبار اتدربوا على الموضوع ده هيسهل لهم كتير، يعني هم هيكون اريح بكتير ليهم. بس قدرتهم على الاستيعابيه على التعامل الرقمي صعب شويه. التعامل مع الكمبيوتر والتعامل مع الوسائل الحديثه مفيش حاجه صعبه بالتعلم. هي يعني طبعا هي بالتعلم. هتوفر ما احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل تدريب، والناس اللي هتجتاز الدورات التدريبيه ديت وتبقى صالحه ان هي تتعامل مع السيستم الجديد هي اللي تخش في الموضوع ده، واللي مش هتبقى نشوف لها عمل تاني اداري، عمل تاني اشرافي يبقى موجودين فيه. مفيش ما يمنع ان انت تدعم بالشباب. مفيش ما يمنع ان انت تدعم بالشباب مكان كبار السن اللي هم ما عندهمش الكفاءه في التعلم. بعد ما ندربهم ونديهم فرصتهم وكده هو قدروا يستوعبوا كان بها. اللي ما يقدرش يستوعب منهم نخليه في مجالات تانية يكون هو كويس فيها، وواحده واحده يطلع اجيال بقى خلاص هي الرقمنه هي المهيمنه على الموضوع. انا عاوز اضرب لحضراتكم مثلا دلوقتي احنا لو عاوزين نعمل سهره عن مثلا اي يعني عمار الشريعي، فعاوز اعمل السهره ديت اقول كل الاعمال اللي قام بيها عمار الشريعي. طيب انا هجيب البيانات دي منين؟ هخش للاماكن اللي فيها اعماله اشرطه، هلاقي اشرطه ضخمه جدا واعداد كبيره، وانا نفسي ما اعرفش هو عمل ايه. والاشرطه دي مش موجوده في المكتبه غير برقم، مش موجوده، مش مكتوب عليها عمار الشريعي، مش مكتوب فيها بليغ حمدي، مش مكتوب فيها اسم مش موجود فيها ام كلثوم، موجود فيها رقم الشريط. فكان دايما المذيع او المخرج او كده بيبقى معاه اجنده كاتب فيها رقم الشريط ومحتواه ايه. لكن انا لو رحت في المكتبه قلت له اديني اعمال اللي بيقوم بيها عمار الشريعي، هو ما يعرفش غير رقم. انا دلوقتي بقى تخيلوا بقى دلوقتي انا بعد ما عملت الاركايفنج والارشفه الرقميه ديت اقدر بس اخش على الكمبيوتر واكتب عمار الشريعي. هيقول لي بقى عمار الشريعي دوت ايه الاعمال اللي انت عاوزها ليه؟ عاوز له الاعمال اللي عملها كتلحين بس، عاوزها اللي غناها المغنيين، عاوز بقى الاعمال اللي غناها كمان اللي غنتها مثلا انغام بس. يعني هو كمان بيسهل بيقسم. يعني ممكن تعملي كمان يعني كلاسيفيكيشن، يعني ايه اللي عمله فلان مع عمار الشريعي. كمعمر الشريعي ملحن. أيوة. وكان بيعمل اغاني، ده غير طبعا البرامج بتاعته اللي هو عملها وصورها. فيجيب لك بقى عاوزاه برامج، عاوزاه كبرامج، عاوزاه كاغاني، عاوزاه كموسيقى بس زي مثلا موسيقى رأفت الهجان، موسيقات كتير هو عاملها تاخديها موسيقى. فكل دوت اقدر اخده في لحظه وانا قاعد في مكاني. لكن قبل كده من غير الرقمنه، انا كنت بس عاوز اقول لكم اهميه الرقمنه وزيها زي اي مصلحه حكوميه. انا بس بديكم مثل في الميديا عشان انا كمان مهتم بيها، وشاركت في مشروع الاوتوميشن والاركايفنج اللي موجود في ماسبيرو. والوقت بقى عنصر مهم في الدول اللي عاوزه تتقدم وعاوزه ودلوقتي مع السرعه والوقت محتاجين دي يكون موجود. الدول اللي عاوزه تبقى في مصاف الدول المتقدمه لازم تكون عندها ارشفه رقميه. الارشفه عندنا الراجل اللي هو حاطط منديل فوق دماغه وقلم ونضاره كعب وكوبايه وكلام من ده. الصوره دي كلها دلوقتي اختفت، وبقى الارشيف ارشيف رقمي معاك جايد بس عشان يقول لك تروح فين وتعمل ايه وتجيب اللي انت عاوزه. احنا كان زمان كمان عندنا مشكله لما بتيجي عندك شريط معمول متسجل فيديو او اوديو وعاوز منه نسخه. نفرض بكره عيد الام،
فاغنيه عيد الام المشهوره ايه؟ ست الحبايب يا حبيبي. جميل. احنا ما عندناش، لا نملك غير شريط واحد في عليه الاغنيه دي. مين اللي ياخده؟ صوت العرب ولا البرنامج العام ولا التلفزيون ولا الشباب والرياضه ولا ده ولا ده ولا ده؟ هو شريط واحد، ما فيش نسخه ثانيه. لو انا نسخته، انا اصلا عندي 800,000 شريط. تخيلوا بقى لو كل شريط هعمل فيه كده اهوت، هيبقى عدد مهوله. وهحطها فين؟ فالشريط دوت بيتناقلوا الاذاعات. لكن دلوقتي انا لما عملته ارشفه رقميه، بقت صوت العرب تاخده في نفس التوقيت اللي عاوزاه الشباب والرياضه، الشرق الاوسط، كلهم ياخدوه مع المحافظه على نفس الكواليتي. انا الشريط اللي كان موجود دوت اللي هو بتاع ست الحبايب، لو حبينا نعمله نسخ، كل نسخه تتعمل بتقلل من الجوده، بتقل في الكواليتي بتاعتها. بتقل في الجوده. ليه؟ ان هو شريط ماجنتيك، وكل ما بيتحك بالهيد بتاع المكنه بيفقد جوده، فكل ما بيتنقل بيفقد جوده. لكن انا في الديجيتال، في الموضوع الرقمي، كل لما بنقل الجوده هي النسخه الاولانيه زي النسخه ال100,000 هي. غير كده بقى، انا عندي الاسطوانه بيبقى فيها مثلا 20 اغنيه، عاوز اوصل للاغنيه نمره 18، اوصل لها ازاي في الشريط؟ لازم افضل ماشي 1 2 3 لغايه لما اوصل لشريط 18. لكن انا في الرقمي اكتب 18 تجي لي زي ما تراك 18 زي تراك 15 زي تراك 1، كلهم بياخدوا نفس التوقيت ونفس الوقت، ومش محتاج ان انا ابحث. فدي باختصار اهميه الرقمنه. طبعا. نشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، نورتنا. بس شكرا على معلومات حضرتك. شكرا. في النهايه احب اشكر كل المشاهدين، واحب اقول ان الشباب هم الخطه الجايه للبلد، او مش بس للبلد، هي الخطه الجايه للعالم كله. لازم يكون كافه الدعم ليهم من سياسات الدوله ومن الحكومه ومن كل شيء. لازم الدعم ليهم. تخيل حياتك من غير اليوتيوب، تخيل حياتك من غير السوشيال ميديا، تخيل حياتك من غير كل ده. ده اللي هيحصل لو حياتنا ما بقتش رقميه، ولو حياتنا ما تطورتش بالشباب. شكرا لكم، ونشوفكم مرة تانية. هتكون معانا، بس هنطلع نسمع أغنية يا بلادنا يا حلو، ونرجع لكم بعد الفاصل. هي دي غلط. دي غلط، احنا هنعيد. كات. يعني أي حد بيلبس سماعة مش عارف. كات. دلوقتي مستوى سوري. اوكي. مستقبل، كنت بقول مستقبل. مش مشكلة. احنا ستيل ايدك بس بتحرك كتير. عشان توترت. ماشي يلا. فاصل نرجع لكم تاني. لا مش هنرجع تاني فاصل خلاص. ليه؟ احنا لا هتختمي؟ انت عايز تختمي؟ مفيش فاصل.